الخير، كل سنه وانتم طيبين، يا رب يكون رمضان كريم عليكم ان شاء الله. النهارده جايبه لكم مكان مميز قوي بالنسبه لي، وانا بحب الحاجات المميزه. اول ما شفت خطف قلبي فقلت لازم 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 اجي اعمل عنه يعني اعلان. المكان اسمه كوخ. المكان ده ليه 3 فروع، في قربه مصر الجديده، وفي وسط البلد، وفي كمان في الزمالك. تمام. عايزه اقول لكم ان المكان تحسوا كده ان هو من حاجات زمان كده. انا مصوره لكم كل التفاصيل وهسيبكم بقى تتفرجوا وتشوفوا كل حاجه. تاني حاجه كمان الناس محترمه جدا وناس ذوق جدا بامانه. وكمان تقدروا ان انتوا تعملوا حاجات كتير قوي. الناس بتحب تعمل مثلا قهوه اسكندريه او الكلام ده، خليكم انتوا تعملوها كمان بايديكم لو انتوا عايزين. غير ان كمان ممكن تيجوا تفطروا كمان الصبح في الفيو، كمان الصبح هيبقى تحفه جدا، اسعارهم جميله جدا. كمان ينفع في رمضان تيجوا تفطروا كمان، ليهم مواعيد معينه اخرهم 11. الميزه في المكان هنا ان دي مجموعه من الشباب، وانا دايما بحب اشجع الشباب، هم اللي اخترعوا الفكره دي، كاتبين دايما مقاله كده صغيره هخليكم تقروها. وتعالوا بقى نشوف القهوه. بجد مش عارفه اقول لكم بجد المكان حلو قوي يا جماعه. ما تنسوش بقى بجد ان انتوا تشجعوني كده عشان اصور لكم اماكن كتير جدا. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير بقى. باي باي. وهو ده المكان من بره. واحنا دلوقتي طالعين الاسانسير في الدور الثالث، كافيه كوخ. يلا بينا. ودلوقتي وصلنا كافيه كوخ ده من بره. تمام، يلا بينا. الله. في كده يا جماعه قوي قوي قوي. الله يا جماعه بجد، يعني المكان تحفه، حلو قوي قوي قوي. دي يعني جزء من البلكونه. بصوا كمان دي الطلة بتاعت الزمالك. متخيلين المكان ده كمان الصبح هيبقى عامل ازاي؟ في كمان مكان جوه ما صورناهوش، تعالي. تحسوا ان انتوا فعلا في بيتكم مش في كوخ. في كمان جوه هنا صح؟ اوكي. ان شاء الله. اوكي. وطبعا زي ما انتم شايفين قد ايه الناس هناك ذوق جدا، وناس فعلا محترمه جدا. هنا حب ان هو يفرجني على الروف التاني. عايزه اقول لكم ان الروف يجنن زي ما انتم شايفين كده، بجد تحفه. ده الدور الاخير من، هو يعتبر الكافيه دورين، دور في الروف زي ما انتم شايفين، والدور اللي انا صورته تحت. عايزه اقول لكم ان المكان بجد الطله تحفه. انتوا متخيلين كده الاجواء دي لما تقعدوها كده مع ناس بتحبوهم او حتى لوحدكم، يعني
بجد تحفة. وكمان الصبح ليه يعني أجواء تانية خالص أنا متأكدة، وبالليل جو تاني خالص. وعايزه اقول لكم بقى يعني هقف هنا واقفه لاني انا بحب التفاصيل دي قوي. ده تلفزيون عملوه حوض سمك، انتوا شايفين الدماغ؟ لا بجد تحفه تحفه. بصوا التفاصيل الصغيرة دي، الباب بالتليفون القديم، وكمان الجمل اللي كاتبينها جمل حلوة قوي بجد. هنا قررنا ان احنا ننزل نقعد في الدور اللي تحت. حبينا قوي الفرندا، حسيناها كده يعني مميزة، فقلنا لا لازم نقعد فيها، فقررنا ان احنا ننزل نقعد فيها. ايه رأيك يا يارا في المكان؟ ما كناش عارفين مكانه بجد. الفيو جميل جدا، تحفه. المكان اساسا يعني هادي بطريقه يعني تحس ان انت قاعده في بيتك بجد. سو كوزي، مريح للعين، الاضاءات، الاتيكيت، الديكور، كل حاجه جميله جدا. حتى الاسعار اللي موجوده اصلا قوي يعني كيوت كده هاديه. بجد ما توقعتش انه يبقى بالجمال ده الصراحه، فوق توقعاتي. احنا دلوقتي طلبنا هو مشاريب، واول لما يجي هنصور. اوكي. تسلم ايدك. اخر قهوه في رمضان، اخر فنجان قهوه في رمضان. بعد كده مش هشرب فنجان الصبح.